سلام ومرحبا بكم معايا اليوم. ان شاء الله تكونوا قاع بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بهذه الوصفه تاع كيكه البرتقال ولا بسكوي ولا موسكوتشو بالتشينا. وصفه قمه في الذوق، وراكم تشوفوا الشكل تاعها كيفاه يجي. ريحتها تجي بزاف باينه وتجي معطره بالتشينا. راكم تشوفوا النتيجه تاعها كيفاه تخرج. تبعوا معايا هنا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله نبدو هنا، نصلوا على النبي. بسم الله نبدو الوصفه تاعنا. هاد الوصفه ما تحتاج لا مواعين بزاف لا والو. هنا غادي تخدموها غير في هذا اذا عندكم اشوار كي من هذا، ولا عندكم كيما نقولوا ميكسر هذوك تاع بكري، النوعيه اللي عندكم استعملوها. اللي غادي تبدو به تطحنوا فيه هذيك التشينه اللي راكم تشوفوا فيها معايا، غادي تكملوا به كاع الوصفه تاعكم. غادي نحكم انا هنا حبه تاع التشينه، راني غاسلتها هنا، نقطعها كيما راكم تشوفوا. نقطعها بها بالقشور تاعها كيما راهي، نقطعها كاع مربعات ونحطها في هذاك الاشوار. غادي نطحنها هنا مع كاس. انا الكاس هنا اللي غادي نخدم به كيما راكم تشوفوا تاع 220 مليلتر. الكاس هذا معمر، كيما كاس معمر تاع السكر مع الحبه تاع التشينا. غادي نطحنهم مع بعض في الاشوار كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم هنا استعملوا النوعيه اللي عندكم تاع الروبو اللي كاين، ديروا في البلاندر ولا في الميكسر. نطحن هنا كيما قلت لكم حبه تاع التشينا مع الكاس تاع السكر مع كاس غير ربع تاع عصير البرتقال وكاس غير ربع تاع الزيت. هادو المكونات اللي غادي نستعملهم، هادو نحتاجهم بعد ما نطحن التشينا تاعي مع السكر. والوصفه هذه تحتاج 3 حبات تاع البيض كاملين، وعندنا 2 كيسان تاع الفرينه وساشي تاع وزوج ساشيات عفوا تاع الخميره تاع الكاطو. كيما راكم تشوفوا هنا حطيت انا هذيك التشينا والسكر، طحنتهم مع بعضهم، ونبقى نزيد في المكونات هذيك تاعي اللي بقات. هذه التشينا ما غاديش تجي كاع كيما نقولوا هذوك الحبيبات تاعها ما يجوش باينين هكا باش ولادكم ياكلوها لكم وما ما يفيقوش ما يفيقوش باللي راكم دايرين فيها لداخل التشينا. ضفت هنا راكم تشوفوا كاس غير ربع تاع العصير تاع التشينا. هنا العصير تنجموا ديروا تاع تستخدموا تاع المحلات، ماشي شرط ديروا تعصروا تشينا، يعني تنجموا ديروا حتى العصير تاع ذوق البرتقال اللي ينباع عادي تاع القرع هذاك تاع المحلات. ضفت هنايا راكم تشوفوا 3 حبات تاع البيض كاملين، وربع كاس غير ربع تاع الزيت، رشه تاع الملح، ونص مغرف صغيره تاع لافاني. هذوك اللي حطيتهم وميكسيت هنا كل شيء. هنا عندي 2 كيسان تاع الفرينه، هنا راني مغربله الفرينه نتاعي 2 كيسان كاملين. استعملوا نفس الكاس اللي عبرت به في الاول، هو اللي كملت به كاع المقادير تاعي هنا، مع 2 تاع لي ساشي تاع الخميره تاع الكاطو. غربلتهم مع بعضهم كيما راكم تشوفوا هنا. هاد الوصفه ما تحتاج كيما قلت لكم لا تكثروا معين بزاف لا والو، اللي تطحنوا فيه هو اللي غادي تكملوا فيه الوصفه تاعكم. ضفت انا هنا نص الكميه تاع الفرينه. غادي نخلطها غير شويه، دوره واحده برك ولا 2 تكفي. من بعد زدت الكميه الثانيه. انا هنا الاولى كنت نخاف عليه ما نبغيش نكثر فيه الحق هذا الاشوار. من بعد كي والفت بيه دروك عادي هنا زدت كملت نتوما اذا تاعكم اللي طحنوا فيه اللي طحنتوا فيه صغير عادي، الكميه الاخرى ما كان لها تفوتوها ما كان لها تخلطوها، يعني خلطوها غير بالفوي ولا بالمغرف قبل ما تحطوها الطيب. انا هنا خلطتها كيما قلت لكم، زدت هذه الكميه الزوجه قسمتهم على 2 ودورتها ثاني كيما راكم تشوفوا. غادي تشوفوا شويه برك في دوره ولا 2. ومن بعد طفيت عليها. هنا حطيت الفور تاعي يسخن على درتها انا هنا على 160 درجه. حطيت الفور تاعي يسخن. الوقت اللي انا دوك ندهن البلا تاعي اللي غادي المول تاعي عفوا اللي غادي نطيب فيه هذا البسكوي. صدقوني والله جات هذا البسكوي ريحتها بزاف زاكيه وجات بنينه. وثاني تجي صحيه غنيه بالفيتامين سي، تناسب بزاف هذا الفصل. شوفوا كيما راكم تشوفوا معايا. انا عندي هذا المول القديم تاعي دهنته مليح هنايا بالزبده، تبقى مليحه تاع الزبده، ورشيت عليه الفرينه كميه قليله برك تاع الفرينه، ما تكثروش الفرينه، شويه برك ومشوها داك اللي تبقى نفضوها نفضها انا هنا في العجين. راكم تشوفوا القوام هنا مقادير مضبوطه، ما تزيدوا ما تنقصوا فيها، تخرج لكم هذا الكيكه ولا هذا البسكوي تجي بزاف بنينه. غادي نحطها هنا، فرغتها كيما راكم تشوفوا في المول تاعي، وغادي نحطها الطيب نشعل لها من تحت برك
على 160 درجه. كما قلت لكم الفور راني حطيتها يسخن من قبل. دوك نحطها هنايا طيب، ونكملوا نروحوا دوك نوجدوا الشربات تاعنا اللي غادي نسقوا بها هذا البسكوي بعد ما طيب. هنا سيرو ولا شربات عفوا سيرو. هنا غادي نستعمل نص كاس تاع عصير تاع التشينا ونص كاس تاع الماء، وعندي هنايا ربع كاس تاع عصير تاع الليم. هنا غادي نعصر هذيك الحبه تاع القارص، نحتاج منها ربع كاس تاع العصير تاع الليم. نخلطهم هنا كاع ونضيف لهم ضفت لهم انا هنا 3 مغارف تاع السكر، سكر عادي 3 مغارف. غادي نحط هذا الخليط تاعي فوق النار 10 دقائق برك، 10 دقائق يكون واجد. وهنا عطرته بهذيك الليم اللي عصرته، حطيت شويه تاع الليم. راكم شوفوا هنا كيفاه جات، الله يبارك، جات طالعه هذيك البسكوي وجات مشقه واللون تاعها جا ما شاء الله. انا حتى بغيت نحطها يعني هذا هو الوجه تاعها، ومن بعد قلت خلي نسقيها. انا هنايا نعطيكم نصيحه، ما تشربوهاش اذا عندكم مول كيما هكا هادو تاع الحديد ولا تاع الانوكس. قلبوها، تاكدوا باللي هذيك البسكوي تاعكم ما راهيش لاصقه في كيما نقولوا في المول. قلبوها شويه وعاودوا ردوها في المول تاعها. شوفوا هنا كيفاه جات، ما لصقت ما والو، جات الله يبارك. قلت لكم واحد البسكوي قمه في الذوق، ما تندموش عليها، جربوها على ضمانتي. هنا اذا عندكم مول تاع السيليكون ما كان لا تقلبوها وتعاودوا تردوها، سقوها ديريكت في المول. انا هنا باش نتاكد بلي ماهيش لاصقه، تاكدت بلي ماهيش لاصقه، هذاك الوقت بديت نشرب فيها. كما راكم تشوفوا شربتها هنايا، وغادي نثقبها كاع بالعود تاع الاسنان ولا بالراس تاع الخدمي، نثقبها باش تشرب لي هذاك السيرو. انا هنا هذا الشربات اللي طيبتها خليتها بردت وسقيت بها. كما راكم تشوفوا هذوك القشور اللي عطرت بهم تاع التشينا وتاع الليم، هنا نخليها تبرد وتشرب مليح هذاك السيرو اللي درناه عليها. وغادي انا نزيد لها واحد الصوص، نتوما تنجموا تستغنوا عليها، انا تنجموا تقدموها كيما راهي برك بلا ما تزيدوا لها حتى اضافه. انا هنا بغيت نضيف لها هذه الاضافه، حطيت هنا عندي 3 مغارف كبار تاع السكر كلاصي، غادي نخلطهم مع شويه تاع عصير تاع البرتقال. نبقوا دائما في النكهه تاع البرتقال وفي الاخر. تبغوا تخلوه كيما راه ولا تزيدوا له الملون. انا هنا بغيت نزيد له شويه تاع الملون، زدت له قطره تاع الملون والمعطر تاع البرتقال، وغادي نرابي عليه شويه تاع القشور تاع التشينا يعني تاع البرتقال، باش هكا هذيك النكهه تجي باينه وتجي تجي النكهه تاعه باينه كيما نقولوا. هنايا راكم تشوفوا بعد ما شربت مليح هذيك البسكوي وبردت، هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. جات كيما قلت لكم ريحتها ما شاء الله والشكل، وجات خفيفه كيما البونج، قد ما نقول لكم شحال جات خفيفه وبنينه، واللون تاعها جاي شهي ما شاء الله. هنا راني نضيف لهذاك الصوص اللي خدمتها هذيك، راني نضيف لها في شويه تاع القشور تاع الليم قبل ما نحطها، باش هكا تبقى ريحتها باينه. هذه الصوص كيما قلت لكم تنجموا تستغنوا عليها، ما ماشي شرط ديروها، انا درتها كاضافه باش هكا تجي هذيك البسكوي تزيدها في اللمعه وفي البنه. هذه هي وصفتنا تاع اليوم، راهي واجده. دوك تشوفوا كيفاه نقطعها معكم، جات ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم.